السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شيوات مع وفاء. اللي جيت نشارك معكم هذه الكيكه، كتجي غزاله ريجيميه وكدرناها بدون الدقيق الابيض، بدون السكر، السكر الخاشن. كما كتشوفوا درنا غير بالتمر، درناها باللوز وبالدقيق الكامل ديال القمح، او كما كنقولوا الدقيق الكامل اللي بالنخاله ديالو. كما كتشوفوا هانتوما البنات كيفاش كتجي زوينه. هذا البنات اللي كتشوفوا لنا غير داك الدقيق اللي شفنا به ديك المول، واللي كيبان هكا في الجنان. هانتوما كما كتشوفوا زوينه تبارك الله، جات صحيه. والتزيين تيبقى اختياري، اللي ما بغاش يدير لها الكوفيتير وبغا يديرها على الطريقه د الريجيم يخليها غير ريجيميه، خليها ماشي مشكل. انا درت لها شويه د الكوفيتير، وكلها باش يبغي، باش ما بغيتي زعما تزينوها. اللي بغا يخليها بطريقه ريجيميه يخليها ريجيميه. يلا البنات ما نطولوش عليكم، يلا البنات ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندنا 2 بيضات حراره المطبخ، عندنا قميصه الملحه على حساب الذوق، عندنا البنات واحد شويه القرفه، عندنا كاس ديال التمر اللي زولنا ليه العظم ديالو او العلفه. كاس ديال التمر اللي غسلناه وزولنا ليه العلفه ديالو. عندنا نص كاس ديال اللوز مازال حبوب هكاك. عندنا البنات هنا واحد كاس ضرب ديال الزيت المائده. عندنا كاس ديال الماء بنفس الكاس باش عبرتو. الا عندكم د العنبه ديروا بد العنبه، انا عندي ماشي د العنبه كندير هذا ديال الكاس اللي عبرتو به. ديروا المقادير بحال بحال. عندنا هنا واحد الكاس ديال الدقيق الكامل ديال الزرع، او كما كنقولوا ديال القمح او الزرع ديال النخاله كامل. زولوا ديك النخاله الغليظه، غربلتو شويه ديك النخاله الغليظه. غنزيدوا البنات واحد نص ديال الكاس. عندنا البنات هنا كاس لاروب، كاس وكاس لاروب ديال الدقيق. ولا درتو البنات كاس ديال اللوز ديروا غير كاس ونص ديال الدقيق ديال الزرع. ولا درتو كاس ديال اللوز ديروا غير كاس ونص ديال الدقيق. ولا درت بحال نص كاس ديال اللوز غادي ندير كاس لارب، كاس وكاس لارب، 2 كيسان لارب ديال الدقيق. هذا كاس وهذا كاس لارب. كنعاود لكم البنات الهضره باش تعقلوا. عندنا البنات هنا 2 خمارات. الا بغيتو البنات ديروا شي نكهه ديروها، الا بغيتو زعما ديروا شي نكهه الحامض او شي حاجه ماشي مشكل، ولا خيزو محكوك ولا حتى هو كيجي زوين. عندنا 2 خمارات الفئه 8 غرام. كلشي غنديرو في هذا الكاس ديال العصير. هذا الكاس العصير. الا عندكم اللحم ديروا اللحم، ما عندكم اللحم ديروا الفاني. انا درت الفاني، السكر فاني. صافي البنات غندير باش ان شاء الله كلشي غادي ندوزو في ميكسور. كلشي غنديرو في الميكسور، غنطحنو. بعدا بدات ما دهنا المول ديالنا المول ما يكونش كبير، غير صغير.
بعد ما دهنا المول ديالنا غادي نقوا هاد الخليط اللي طحنا كما كتشوفوا، وراه تيجي زوين تبارك الله. هاد الكيكه تجي زوينه. انا البنات غنهبطها بشي حتى قاصحه شويه. يلا ان شاء الله نديو البنات الطيب في الفران ونرجعوا معكم ان شاء الله. يلا البنات هي الكيكه ديالنا وجدت، كتجي غزاله هاد الكيكه. انا البنات شخصيا غادي نزينها بالكوفيتير، نتوما كيبقى اختيار ديالكم. زعما بغيتو تخليوها هكاك سكحيه نيت ما فيهاش السكر، زعما ريجيميه. اللي بغى يخليها هكا كيخليها بلا ما يدير لها، زعما اللي بخليها على حسب الريجيم اللي ما تياكلش السكر بلا ما يزينها بهاد، ولا يزينوها بشي حاجه بحال التمر تيكون مصايب حتى هو تيجي مزيان. زينوها به. انا زينتها بالكوفيتير وغنزينها بالكوفيتير، وغندير لها شويه ديال المربى كما كنقولوا المربى ولا الكوفيتير، وغندير لها شويه ديال الكركاع من الفوق. والتزيين كيبقى اختياري كما كتشوفوا. هاد الكيكه كتجي زوينه صحيه من دون سكر، بدون تجي زعما بدون الدقيق الابيض. واللي ما بغاش زعما كان داير ريجيم على السكر ما يديرلاش، غندير شويه ديال الكركاع كما كتشوفوا، ولا ديروا لها اللوز مهرمش ولا المهم. هاد الكيكه تجي زوينه صحيه بالدقيق الكامل، ودرناها بالتمر بلاص ما نديروش السكر، درنا غير التمر. وانا قلت لكم كما قلت لكم التمر. هاد القضيه ديال اللي درت انا ديال سميتو هي هادي البنات كما كتشوفوا. جات غزاله هاد الكيكه خفيفه، جات زوينه. المهم صحيه ريجيميه اللي بغى يدير ريجيم، واللي عنده السكر ما يديرش فيها الكوفيتير، خليها طبيعيه كما هي. يلا البنات هاد الكيكه ديالنا وجدت كما كتشوفوا، جات غزاله تبارك الله. كما شفتوا زينها بالكوفيتير بالكركاع كما كتشوفوا، راه غزاله الكيكه تجي. زعما اللي مبغاش يدير لها الحلاوه ديال الكوفيتير ما يديرهاش. انا درت الكوفيتير حيت تيمشي مع القرفه وهذا الكيكه تجي غزاله وما شاء الله. وبصحتكم وراحتكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله.